قالت صحيفة تامورت القبائلية اللي كتاخد ميونخ الألمانية مقر لها أن جنرالات الجزائر نساو تدريجيا حربهم ضد المغرب، وأشارت بأن تهديدات نظام الكبرانات المغرب ما هي إلا صيحة في واد، لأنه لا يمكنهم مهاجمة المغرب، لأنهم كيعرفوا مزيان أنهم سوف يتعرضون للإذلال أمام العالم ككل. وأضافت الصحيفة أن الجيش الجزائري لا وزن له أمام الجيش المغربي الذي يعد الأكثر تقدما، مشيرة بأن نظام الكبرانات بات يخشى تعرض بلاده للهجوم من قبل المغرب، خاصة أن المغرب ما كينويش الحفاظ على صحراء فحسب، بل بدا كيطالب بالأراضي المغربية اللي استولت عليها الجزائر في عام 1962. وطرقت تامورت إلى تصاعد مطالب السياسيين المغاربة باستعادة تندوف وبشار، واللي كانت كتسمى تاريخيا بالصحراء الشرقية. وقال تامورت من الواضح تبعا للخرائط الجغرافية القديمة منذ القرن التاسع عشر أن تندوف وبشار كانتا جزءا من الأراضي المغربية، مشيرة بأن المغرب في حالة تأهب، وأن الجزائريين يشعرون بالذعر حيث لوحظ مؤخرا تجنبهم الحديث عن المغرب. وفي موضوع ذي صلة مع الشعب القبائلي نذكر بأنه يوم 8 يناير 2023 التأم شمل أكثر من 30 شخصا في لقاء بمقر جمعية تافيركا في مونتروي بفرنسا بدعوى من فعالية قبائلية لعقد اجتماع تشاوري للتفكير بشكل جماعي في الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لصالح منطقة القبائل التي عانت خاصة منذ عام 2021 من تعسف النظام العسكري الجزائري الحاكم في الدولة الجزائرية وعنفه وإذلاله. وأسفرت هذه المناقشات الثرية والجدية بعد عدة ساعات من الاستفسارات والاقتراحات وتبادل الآراء عن إنشاء إطار عمل قادر على تنفيذ وتنسيق المبادرات، وكيتمثل في تجمع تحت عنوان تجمع العمل من أجل منطقة القبائل Collective Action pour la Kabylie للبحث عن حلول طارئة للوضع السائد في منطقة القبائل. بيان تجمع العمل من أجل منطقة القبائل اللي صدر بالمناسبة بباريس مؤرخ في 11 يناير 2023 ذكر بأن منطقة القبائل تواجه موجة أخرى من القمع التي تتماشى مع تنفيذ عملية صفر قبائلي، حيث مئات المواطنين يقبعون ظلما في السجون الجزائرية بعضهم دون محاكمة، فيما يجبر آخرون على المنفى أو على مغادرة قراهم هربا من الاختطاف والإكراه. ويضاف إلى ذلك التعسف في السجن الجائر والمسيء، نظام قضائي قائم على أوامر انتقام مناهض القبائل كيتابع التوجيهات وكيفتح المحاكمات على أساس الملفات الفارغة اللي كيتم من خلالها الاستهزاء بأبسط حقوق الدفاع والدوس على كرامة الإنسان. ويضاف كذلك إلى أن الدولة الجزائرية كتجتهد في الشؤون القضائية وتختلق جريمة الانتماء إلى القبائل، وهو تمييز منهجي كيغذي العداء الفظ للقبائل. وندد التجمع القبائلي بالاعتقالات العشوائية والتعسفية والسجن وأحكام الإعدام بحق المناضلين أو مواطني القبائل العاديين اللي كتوصفوا في أغلب الأحيان بأنهم إرهابيون، الوضع اللي كيزرع في المنطقة والشعب القبائلي الصمت والرعب. هذه المحاكمات القضائية اللي كتعارض مع مبادئ القوانين العالمية كما كيقول البيان القبائلي كتؤدي إلى اتهامات مفبركة وعبثية، لأن المئات من النشطاء والمواطنين في منطقة القبائل كيتعرضوا لسوء المعاملة والإذلال، وبعضهم كيتعرضوا للتعذيب وحتى الاغتصاب في بعض الأحيان، إضافة إلى الظلم والقوانين المارقة اللي كيعانيوا منها مثل المادة 87 المقرر اللي كتجرم كل عمل سلمي. فهذه المحاكمات كتهاجم القبائل وثوابتها وقيمها التاريخية بعنف غير مسبوق. بيان التجمع اللي ذكرناه كيذكر بأنه بعد أكثر من 40 عاما من النضال من أجل جميع حرياتنا كما يقول، تغرق منطقة القبائل اليوم في دكتاتورية دينية وعسكرية سيئة السمعة وحقيرة
إلى جانب عنصرية الدولة المفترضة. أقدم النظام الجزائري عبر أجهزته الأمنية وكل هيئات مجتمعة على التجريم المبادرات النقابية والثقافية والفكرية والسياسية السلمية القبائلية اللي ما كتخضعش لسيطرة الدولة الجزائرية، حيث كيتعرض ممثلو وممثلات المجتمع المدني القبائلي للاضطهاد وتكميم الأفواه. كما أن النظام الجزائري فرض حالة استثنائية في منطقة القبائل بتجميد جميع الحقوق والحريات بما في ذلك حق التنقل لآلاف المواطنين ومواطني القبائل. من أجل مواجهة إرهاب الدولة في الجزائر أخذت الجالية القبائلية في فرنسا، وهي جزء لا يتجزأ من منطقة القبائل، زمام المبادرة لتشكيل مجموعة للعمل والرد على الوضع المقلق اللي كتمر منه منطقة القبائل، وتشكيل تجمع بعنوان تجمع العمل من أجل منطقة القبائل كما قلنا، واللي كيهدف إلى تجميع طاقات جالية القبائل بشكل مستقل عن التيارات السياسية، وهو التجمع المكون من ممثلين وفنانين ونشطاء من جميع الجهات، وكيحرص على العمل لصالح منطقة القبائل، وحدد لنفسه الأهداف الأساسية لفك الحصار على منطقة القبائل بشكل عاجل، والتعبير عن تضامنه بوضوح، وتحطيم جدار الصمت كل ما تبين معاناتها من العنف والإدلال. في الأخير دعا التجمع إلى حشد المزيد من الدعم نظرا لخطورة الوضع، مهما كانت قناعة القبائليين ورؤيتهم حول المستقبل السياسي لمنطقة القبائل، لأنه من واجب الجميع باش يعمل لصالحها والدفاع عن الكرامة ديالها والحرية ديالها والحفاظ عليها من خلال وضع مصالح القبائل فوق كل الاعتبارات الأخرى. وكيظل تجمع العمل من أجل القبائل مفتوحا لجميع النوايا الحسنة، كما أنه كيعتزم تنسيق نشاطه قدر الإمكان مع الجهات الفاعلة الأخرى في الجالية القبائلية في فرنسا وأماكن أخرى في بلدان أخرى في أوروبا وأمريكا. وهكا كيختم تجمع البيان ديالو. الآن كيفاش كيكون التصرف ديال السلطات الجزائرية مع هذه المطالب العادلة للشعب القبائلي، خاصة أن حكام الجزائر يدعون على أنهم مع حق الشعوب في تقرير مصيرها. فإذا كان الجزائر تتشدق بالدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، فكان أولى والأولى من الأولى أنها تدعم حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، وأنها تعقد اجتماعات صادقة وفاعلة وناجعة مع ممثلي الشعب القبائل، وتفتح معهم حوار من أجل استقلال الشعب القبائلي. وإلا فإنها كما دائما غادي تكون في صف المنافقين والدكتاتوريين اللي كيخنقوا أصوات الشعوب وكي يدعيوا على أنهم مع الشعوب.